أعدني لنفسي كم تغربت حائرا. طيب، قبل ما نبتدي تعالى بس اقول لك على حاجه بسيطه. في كل مره انا بنزل اصلي فيها الفجر تحت، والجو بالذات في الجو الساعه اللي احنا فيه ده، كل ما الجو بيكون ساقع اكتر فالشيطان بيحاول ان هو يقول لي خليك في السرير ومش عارف ايه وكده. فانا بفكر بان كل ما الدنيا تبقى ساقعه اكتر وانت تنزل، فانت يا غبي هتاخد حسنات اكتر. فانزل صلي الفجر. محدش يتريق على الكوبايه بتاعتي بعد اذنكم، انا ما اسمعش حد يتريق على الكوبايه بتاعتي. وتعالى نخش في البروجكت على طول اللي هنعمله النهارده. طيب، قبل ما ننام امبارح كان في مسلسل بتفرج عليه اسمه طهران. اتفرجت على اول حلقتين منه. تقريبا في الحلقه التانية كان في عباره عن جاسوس او جاسوسه، والجاسوسه دي كانت بتشات مع حد عن طريق التيرمينال. لحد هنا مفيش حاجه، طيب ده حلو عادي. بس عجبتني قوي ان كان في الاول زي عشان تقدر ان هي تخش على الشات ده اصلا وتبدا ان هي تشات، في زي باسورد كده عباره عن باينري، واللي هو صفر وواحد يعني. وازاي هي لازم تحل الباسورد ده عشان تقدر انها تخش على الشات. ف يلا نعمل البروجكت ده مع بعض. طيب، الساعة دلوقتي احاول اوريكم هي الساعة 9:03. طيب، انا قبل بعد الفجر يعني بقالي بتاع حوالي مثلا ساعتين ونص كده، او ممكن ساعتين، قاعد من 7 تقريبا. ف تعالى نشوف احنا عملنا ايه. عشان نعمل المشروع ده كان لازم احنا نتخلى عن الطرق التقليديه. احنا مش بنعمل شات اب عادي، احنا بنعمل نظام تواصل مشفر. وعلشان نفهم احنا عملنا ايه لازم نفهم الفرق ما بين الشات العادي والشات اللي احنا بنيناه. في العادي لما بتبعت رساله بتروح للسيرفر على طول، والسيرفر بيقرا الرساله دي وبعد كده بيبعتها للتارجت او بيبعتها مثلا لصاحبه. يعني السيرفر او الشركه شايفين كل حاجه. لكن النظام بتاعنا بيستخدم معيار الزيرو نوليدج. السيرفر مجرد ساعي بريد بس بياخد ظرف مقفول وبيوصله ومستحيل ان هو يفتحه. طيب، بدأنا ببناء السيرفر ده باستخدام مكتبة سوكيتس. السيرفر هنا وظيفته بسيطة: واحد، ان هو بيستقبل الاتصالات. اتنين، بيخزن مين اونلاين ومين اوفلاين. تلاتة والاهم، ان هو بيشتغل كدليل للهواتف او المفاتيح العامة، يعني اللي هي البابليك كيز واللي هنتكلم عليها كمان شوية. وعلشان الشات يكون لحظي او ريل تايم، ان انت تبعت الرسالة توصل في نفس الوقت، فاحنا استخدمنا حاجة اسمها الثريدنج. ببساطة البرنامج بتاعك عنده ودان بتسمع دايما من السيرفر، في نفس الوقت عنده لسان يقدر يتكلم في اي وقت ويبعت للسيرفر، فالاتنين شغالين في نفس الوقت. فطبعا تقدر ان انت تبعت رسائل او تستقبل رسائل في اي وقت من غير ما البرنامج يهنج. نيجي بقى للجزء اللي بيخلي فعلا النظام ده عسكري، وهو التشفير. استخدمنا هنا الكريبتوجراف عشان نطبق نظامين تشفير مع بعض، وده بنسميه الهايبرد انكريبشن. اولا الار سي اي، مجرد ما انت بتشغل البرنامج جهازك بيولد مفتاحين: برايفت كي وبابليك كي. البرايفت كي ده موجود دايما على الجهاز بتاعك انت بس، ومش موجود عند اي حد تاني. البابليك كي وده مفتاح بيتبعت للسيرفر عشان لما حد يحتاج ان هو يبعت لك يقدر ان هو يستخدمه. لما بتيجي تبعت رساله لصاحبك السيناريو ده بيحصل في اقل من جزء من الثانيه. البرنامج بيعمل مفتاح عشوائي للرساله دي بس، اللي هو ال AES كي، بيشفر الرساله بالمفتاح ده، وبعد كده بيشفر المفتاح نفسه باستخدام البابليك كي بتاع صاحبك. النتيجه كبسوله مشفره مستحيل ان حد يفك تشفيرها الا بالمفتاح. وخلي بالك ان المفتاح ده خاص وموجود عند صاحبك بس. طبعا ما كانش ينفع ان احنا نعمل كود عظيم زي كده ونحطه في يو اي يكون سيء، فانا حاولت على قد ما اقدر طبعا باستعانه بادوات الاي اي ان انا اخلي اليو اي يكون شكله عسكري شويه. استخدمت مكتبه كولوراما علشان اقدر ان انا اتحكم في الوان التيرمينال، وعملت داله بترسم ماتريكس عشوائي في كل مره انت بتعمل ران للبرنامج. ومش بس شكل، الماتريكس ده نظام تحقق، علشان مش اي حد يقدر انه يخش على البرنامج ويبعت رسائل. في شفره معينه لازم تحلها في الماتريكس ده عشان تقدر ان انت تخش على السيستم. وبالمناسبه مش هقول لكم ايه هي الشفره دي، حاولوا انتوا تكتشفوها بنفسكم وتقولوا لي عليها في الكومنتس. وطبعا لو جاوبت غلط على الشفره دي فالسيستم بيعمل لوك وبيعمل انذار. جه وقت التجربه الحقيقيه، فتعالوا بينا اول حاجه بس نشغل السيرفر هنا في اس كود عادي خالص، عشان السيرفر ده لازم يبقى شغال. ممكن نقدر ان احنا نعتبر ان السيرفر ده موجود، انت عامل له ديبلويمنت على اي سيرفر تاني، مفيش مشكله يعني، احنا بس بنحاكي الدنيا شويه. وطبعا في الكلاينت هنا خلي بالك بس ان انت لو هتغير او هتعمل ديبلويمنت للسيرفر ده على اي كمبيوتر تاني او على اي حاجه تانيه، لازم هنا في السيرفر اي بي تحط الاي بي بتاع السيرفر بتاعك. طيب تعال بقى نشغل الكلاينت سايد. فهنفتح التيرمينال بتاعتنا كده ونقول بايثون
ونكتب اسم السكريبت، هنلاقي ان السيستم فعلا بدأ ان هو يشتغل معانا. طيب انا هنا عندي واحد، انا هفتح تيرمينال تانية، حلو، وهقول له برضو بايثون، وهقول له وهيفتح معايا واحده ثانيه. طيب حلو قوي، دلوقتي عندنا اتنين تيرمينالز، واحده للكلاينت او واحده الايجنت مثلا A، واحده الايجنت B. طيب حلو قوي، تعالى كده نرجع للسيرفر بتاعنا، هنلاقي ان السيرفر بتاعنا لسه هو ويتنج. طيب ويتنج ليه؟ مجرد بس ان انا اكتب الاسم بتاع الايجنت اي دي هيبدا ان هو يعمل كونكت سواء هنا او هنا. فتعالى كده نكتب اكني انا الايجنت اي دي، والايجنت اي دي مثلا ده اسمه فوكس 22. حلو قوي. طيب هنلاقي ان هو طلب مننا ان احنا نحل المصفوفه دي، وطبعا لسه برضو احنا ما عملناش كونكت للسيرفر عشان احنا لازم الاول نحل المصفوفه عشان نقدر ان احنا نعمل كونكت. طيب انا هحل المصفوفه دي سريعا كده وارجع لكم يعني. طيب المفروض ان ده حل المصفوفه او ده الباسورد، فتعالى كده نشوف هل صح ولا غلط. طيب تمام، هو صح. فلو انت شايف هنا كده هو قال لك ان الايدنتي خلاص انت بقت الكلاينت او العميل فوكس 22، وجاب لك البابليك كي بتاعك اللي هو ده، ولسه طبعا هو مكمل يعني، وبيقول لك انتر تارجت ايجنت اي دي. طب تعالى بس نروح الاول نشوف السيرفر هل فعلا انا عملت كونكت ولا لا. بص كده ايه اللي حصل، قال لك ان ريجسترد كي فور ايجنت فوكس 22. طيب حلو قوي، ده دلوقتي العميل اللي احنا دخلنا بيه. فانا دلوقتي محتاج ان انا ابعت للعميل اللي انا عايز ابعت له الرساله. فانا مثلا هاجي هنا، ده بالنسبه للعميل التاني، فوالله العميل التاني ده تعالى نسميه ايجنت 22. فهو انت ممكن عايز تبعت رساله من غير ما يبقى العميل التاني اصلا اونلاين يعني. فتعالى نجرب كده، نكتب ايجنت 22، هنلاقي ان هو بيقول لك ان ايجنت 22 ده مش معمول للريجستر، فانت لازم بس على الاقل يعمل مره ريجستر علشان البابليك كي بتاعه يتحفظ، زي ما احنا قلنا من شويه ان لازم البابليك كي عشان تقدر انك انت تبعت رساله. فتعالى كده ندوس ايجنت 22، هيقول لك برضو ان احنا محتاجين نحل المصفوفه دي، فهحل المصفوفه وارجع لكم تاني. طيب حلينا المصفوفه، والحمد لله ان انا حليت المصفوفه غلط، فطلع لنا اكسس دينايد. فتعالى نحلها تاني. انا مش عارف انا لازم اعمل يعني حوار المصفوفه ده، بس هو عجبني الصراحه، فيلا بينا يعني. بس كده صح مظبوط. طيب احنا كده عملنا ريجستر خلاص، فالبابليك كي بتاعنا برضو اتبعت للسيرفر. فدلوقتي ده ايجنت 22، فانا لو قفلت ده وجيت تاني هنا قلت ايجنت 22، مجرد ان السيرفر شغال فبقى معاه البابليك كي، فعادي اقدر خلاص ان انا ابعت له رساله. هو دلوقتي قال لك ان هو فيتشنج كي فور ايجنت 22، واقدر ان انا ابعت للايجنت ده رساله. فتعال مثلا نقول له هلو مستر ايجنت 22. طبعا هو يعني مش هنبعت رساله سريه نقول فيها هلو يعني، بس ما علينا. تعال ندوس انتر، هنلاقي ان هو فعلا عمل انكريبت للباكت ده وبعته. طيب هو دلوقتي اصلا الايجنت ده اوف لاين، هو مش شغال. فتعالى نفتح التيرمينال تاني ونحل المصفوفه تاني، وخلي بالك هو لازم تكتب ايجنت 22. هو انت لو كتبت يوزر نيم تاني فهو مش هيبعت له اصلا الرساله، بس لو كتبنا ايجنت 22 فهو خلاص كده كده ده نفس البابليك كي اللي موجود. فتعالى نحل المصفوفه. طبعا المصفوفه اللي انت ملاحظ كل مره بتتغير، هي مش نفس الحاجه. طيب بص هنا بيقول لك ايه، ده هنا بيقول لك انكريبتد داتا كان نوت ديكريبت. مش عارف ليه هو بيقول لك ان هي ديكريبت، بس ما علينا يعني، هحل المشكله. بس تعالى نكمل عادي خالص. فتعالى دلوقتي مثلا انا هكتب ان انا عايز اتارجت الايجنت اللي هو فوكس 22، فهكتب كده فوكس 22. هنلاقي ان احنا فعلا عرفنا ان احنا نعمل او نجيب الكي بتاعه. فتعالى نبعت رساله ثانيه ونقول له هلو مستر فوكس 22. هنلاقي ان الرساله في ثانيه وصلت هنا اهو فروم ايجنت 22 هلو مستر فوكس 22. حلو جدا. طب تعالى نرد عليه ونقول له تاني هلو مستر ايجنت 22، لان الرساله في ثواني وصلت هنا، بس هو بيقول لي برده كان نوت ديكريبت. مش عارف ليه هو مش عارف يستلم الرساله. طيب يا صديقي بص، هو الحل اللي حصل هو منطقي يعني، هو غباء مني انا بس هو الحل منطقي. طيب ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل ان احنا فتحنا الكلاينت عادي خالص اللي هو الايجنت 22. حلو، تعالى بس نجيب دي كده وتعالى نجيب دي كده. فتحنا فوكس 22 تمام. طيب فوكس 22 ده لما عملنا كونكت وبعد كده ايجنت 22 فتحناه، فايجنت 22 لما بيتفتح بيولد بابليك كي جديد، فالبابليك كي ده ساعتها اتبعت لفوكس 22 من غير اي مشكله واتحفظ عنده في الرامات. طيب لما ايجنت 22 احنا قفلناه وفتحناه تاني فهو عمل بابليك كي جديد. فاحنا دلوقتي بنحاول نبعت رساله من فوكس 22، الرساله دي معاها البابليك كي اللي هو اصلا بقى اتغير عند الايجنت 22، فايجنت 22 مش عارف يفك الرساله عشان البابليك كي اللي فوكس 22 بعته بقى مختلف عن اللي هو عنده دلوقتي.
فالحل في الموضوع ده ايه؟ الحل في الموضوع ده ان احنا في كل رساله ممكن نفتش البابليك كي من الايجنت 22 او من الكلاينت اللي احنا بنبعته. طبعا هنفتش عن طريق السيرفر يعني. فانا هحل المشكله دي وهرجع لكم تاني على طول. طيب تعالى نعمل ران تاني للسيرفر ونجرب كده هل الحل بتاعي ده كده اشتغل ولا لا. وتعالى نفتح تاني الكلاينت، بايثون كلاينت. ماشي، نفتح اول حاجه اللي هو فوكس 22. اقول لك نحل المصفوفه. ماشي، نعمل لوجن. اقول لك خلاص احنا كده فوكس 22 بقى تمام. تعالى بقى نفتح واحد تاني ونقول له انتر ايجنت اي دي، فنقول له ايجنت 22 انتر. نحل المصفوفه بتاعتنا. غالبا البتاع ده غلط، صح والله كويس. طيب بقى معانا هنا ايجنت 22. وتعالى نفتح فوكس 22. فوالله انا عايز اتارجت الايجنت 22، فانا جبت الكي بتاعه خلاص مفيش مشكله. تعالى بقى نقفل ايجنت 22 ونفتحه تاني. ماشي، عمل لنا لوجن. فتعالى كده بقى نروح لفوكس 22 نحاول ان احنا نبعت رساله. فنقول له مثلا هلو. الرساله وصلت من غير اي مشكله. ليه؟ عشان وانا ببعت رساله بقيت بفتش الاول او بجيب الاول البابليك كي ده تاني عشان اتاكد لو هو اتغير او لا. فدلوقتي نقدر نبعت رساله هو اوف لاين عادي ومش هيبقى فيه اي مشكله. طبعا هنا اقدر ان انا اتارجت، بقى محتاجين بس الاول نكتب اسم التارجت اللي احنا عايزينه. فنقول له فوكس 22 عشان نقدر ان احنا نبعت له رسائل عشان يجيب بس البابليك كي بتاعه. وبعد كده نقول له هلو فوكس. طبعا ندوس انتر هتلاقي الرساله وصلت لنا على طول. وطبعا كده قدرنا ان احنا نتواصل سواء ما بين 2 كمبيوترز او ما بين 2 تيرمينالز على نفس النتورك. لو على نفس النتورك عادي مش هيحصل حاجه يعني. المشروع ده بيثبت ان بشويه بايثون وفهم الاساسيات الشبكه والتشفير تقدر تبني ادوات قويه جدا وتحمي بيها خصوصيتك. الكود كامل هتلاقوه في الوصف، هتلاقوا لينك الجيت هاب تقدروا ان انتوا تخشوا وتنزلوه. جربوه مع اصحابكم او جربوه لوحدكم وحاولوا ان انتوا تضيفوا عليه تعديلات جديده وابعتوها لي وانا هنزلها. وما تنساش تقول لي في الكومنتات ايه المميزات اللي انت شايف ان احنا ممكن نضيفها عشان النظام ده يبقى اكتر تطور. انا احمد سامح وده كان كود سر جديد. سلام.